السلام عليكم، تحية طيبة ليكم وين ما كنتوا. صحيتوا يا الزينات؟ وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير، والناس اللي تحبوها واللي تعزوها كامل يكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. قبل ما نبداو لا فيديو تاع اليوم نصليو كامل لحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا فيديو تاع اليوم فيها غير الحلو، جبت لكم الحلو اللي ربي يحلي ايامكم وايامنا. على بالي بلي راني روطال توجور، لكن نجيب لكم غير الحاجة الزينة والاقتصادية وما كانش اسهل منها. اليوم راح نديروا وصفة ميني تختولات اللي بها تحلى سهرة رمضان. وصفة سهلة واقتصادية ما كانش أسهل منها، مقاديرها مضبوطة والبنة أكيد مضمونة. والأهم من ذلك راح نفرحكم باللي الكريمة هذه نقدر نخرجوا منها زوج تحليات وهكا تهنينا ونعمروا بها طابلة سهرة رمضان. ما تروحوش بعيد. لكن قبل ما نشوفوا تفاصيل الوصفة كالعادة لازم نرحبوا بالمشاركات اللي داخلون. نجي نقول لكم مرحبا بكم في الكوزينة، راهي كوزينتكم وتعليقاتكم الجميلة. نقول لكم شكرا وآلف شكر. وبدون اطاله للزينه نتاعي نروح لتفاصيل وصفه الميني تارتولات بكريمه ما كانش اسهل منها. اول حاجه نسميو بسم الله على بركه الله، نبداو في تحضير عجينه الفوندو تارت اللي مقاديرها مضبوطه. واليوم راح نعطيكم اسرار نجاحها، ما عليكم غير تتبعوا لا فيديو الى النهايه ومتاكده مليار في المئه راح تنجحوا في العجينه. اللي نحتاجوا في العجينه علبه تاع 250 مارغرين لابيل. راح نحتاج فقط نصف العلبه، يعني نحتاجوا 125 غرام من المارغرين. لازم تكون بدرجه حراره الغرفه. ايضا راح نضيف لها قرصه من الملح مع 4 ملاعق بومبي من السكر الناعم. نزيد كذلك حبة بيضة كاملة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. نزيد كذلك ملعقة صغيرة لازم تكون بومبي من الفاني، هكا باه نتخلصوا من رائحة البيض. ايضا راح نضيف حوالي 3 ملعق كبيره من الزيت. كما راكم تلاحظون الهدف من الزيت انه يعطينا ديك القرمشه في الوصفه، وفي نفس الوقت راح نتحصلوا على ذاك اللون الدوري الشباب. بعدها راح نستعين بالباتور ونخلط المكونات كامل حتى نشوف بلي المزيج تضاعف الحجم نتاعو، وفي نفس الوقت اللون تغير من الدرجه الاغمق الى الدرجه الافتح. درك يا الزينات نروح المرحلة الثانية راح نضيفوا فيها النواشف اللي هي عبارة عن 3 ملاعق كبيرة من النشا أو مايزينا والفرينة أو الطحين. بطبيعة الحال لازم تغربوا المكونات هكا باه تكون العجينة تاعكم عجينة طرية ما فيهاش هذيك الحبيبات أو التكتلات. نستعين غير بالملعقة أو بسباتي حتى نجمع العجينة في المرحلة الأولى. كما راكم تلاحظوا هنا ندخلوا اليد نتاعنا بهدف انه نتاكدوا من قوام العجين. غير باصابع اليد نلموا العجينه تاعنا، لازم تكون عجينه قوام متماسك، ما تكونش طريه بزاف كما عجينه الصابلي. كما تعرفوا بلي الفرينه راها تلعب دور كبير في نجاح الوصفه، يعني كاينه نوعيه تشرب ونوعيه ما تشربش. بعدها مباشرة نديروا العجينة في كيس بلاستيك يكون غذائي محكم الإغلاق. بهذه الطريقة لازم نخلوش الهواء يدخل العجينة نتاعنا. ندخلها إلى الثلاجة نخلوها ترتاح على أقل مدة ساعة كاملة، لأنه هذه الملاحظة تدوى بعين الاعتبار. كل ما ترتاح العجينة تاعكم كل ما حتكون النتيجة ولا أروع. ودركا يا الزينات نروحوا للمرحله النهائيه اللي حنشكلوا فيها العجينه. كيما راكم تلاحظوا هنا بعد ما خرجت العجينه من الثلاجه حتلاحظوا بلي تبان يابسه، لكن هي ماهيش يابسه وماهيش خاسره، بالعكس هي عجينه صالحه وراح تشوفوا النتيجه في الاخير. هنا العجينه فقط راح تبان يابسه لانه بحكم كانت في الثلاجه وتبان بارده بزاف. هنا نشكل العجينه نتاعي بهذه الطريقه، يعني نحي فقط كميه صغيره نشكلها ديبول بهذه الطريقه. بعد نخير اي مول حبيتوه نتوما. انا عندي هذول مول الصغار راح يجوا بزاف متحوفين والحبه تاعهم ما شاء الله. نشكل بهذه الطريقه كيما راكم تلاحظوا في الفيديو. نركز على الوسط. الوسط لازم ما يكونش خشين وما يكونش رقيق بزاف، لازم تركزوا عنه وتخلوا هذاك الهواء كامل يخرج، لانه دخل كميه كبيره من الهواء بهدف انه بعد مش راح يدير لكم هذيك الفقاعات كي يجوا يطيبوا. واما بالنسبه للجوانب او الحواف تاع الحبه كيما راكم تلاحظوا راني نركز عليهم بهذه الطريقه كانكم راكم تقرصوا في العجينه، بهدف انه هذاك الحواف او الجوانب كي يدخلوا الى الفرن ما يطيحوا لكمش. هكا حتجي الحبه كامل متحوفه. وبلا ما ننسى نعطيكم هذه الملاحظه الصغيره بالنسبه لطريقه تشكيل العجينه. عندكم حريه الاختيار، يا اما تحبوا تشكلوهم بهذه الطريقه كيما راكم تلاحظوا، يا اما تشكلوهم على الطريقه انكم تفتحوا العجينه كامل على مستوى واحد وتطبعوهم في ليمول. بالنسبه للطريقه هذه انا ما تعجبنيش، لانه العجينه راح تفقد كميه كبيره من الزبده وهكا مش حتجيكم العجينه مقرمشه. وكما راكم تلاحظوا بعد ما شكلت العجينه كامل في ليمول بنفس الطريقه وبنفس حجم العجينه، يعني لازم يكون الحجم متساوي بهدف الحصول على حبات كامل يكونوا سوا. هنا نروحوا الملاحظه الاخيره واللي هي بزاف مهمه، لازم تبيكوا العجينه بهذه الطريقه، يعني تثقبوها يا اما بواسط عود الشواء او بواسط الفرشيطه. لازم العجينه تكون متهويه بزاف هكا باه ما تطيحلكمش كي تدخل الى الفرن. وهنا نمد لكم ملاحظة اختيارية لكن هي ضرورية وعندها دور في نجاح الوصفة، انكم بعد ما تشكلوا العجينة في ليمون لازم تدخلهم الى الثلاجة على الاقل مدة 10 دقائق. بعدها تدخلهم الى فرن يكون ساخن من قبل، لكن كي تدخلوه الليمون تاعكم راح تنقصوا لهم على نار تكون متوسطة بهدف انه يطيبوا على نار تكون كالم.
في حالة إذا شفتوا ليمول تاوعكم أو العجينة بدات تدير في هذيك الفقاعات، هنا تعرفوا باللي العجينة راها داخل فيها شوية هواء. هنا ما تخافوش لأنه العجينة راها ما فيهاش خميرة، فقط افتحوا باب تاع الفرن، حاولوا ذوك الليمول انكم تثقبوهم، تعاودوا تثقبوهم او تهبطوهم فقط بالاصبع وترجعوا طيبوهم عادي، يعني ما حيصالم حتى شيء. واما بالنسبة لطريقة الطهي نتاعهم، يعني هي نفسها طريقة طهي حلوة الصابلي، يعني فقط تشوفون بلي طابوا من تحت حطيبوا من فوق. هنا كما راكم تلاحظوا بعد ما طابوا لي فوندو تارت بنفس الطريقة بنفس المستوى، يعني الحجم تاعهم بقى نفسه هو يعني ما تقلصش الحجم تاعهم. هذا ان دل على حاجة، دل انه الوصفة راها ناجحة مليار في المئة. كما راكم تلاحظوا في اللون الدوري الشباب راح يجي واحد القرمشة فيهم ما شاء الله، لانه بنتهم في قرمشتهم. هنا بعد ما كملت الكمية كامل بنفس الطريقة خليتهم يبردوا مليح. وبالنسبة لطريقة الاحتفاظ بهم، انه نحطهم فقط في علب بلاستيكية تكون محكمة الاغلاق، نحطهم في الثلاجة او في الكونجيلاتور، هكا حيقعدوا محافظين على قرمشتهم وطراوتهم. وكما راكم تلاحظوا 125 غرام دارت لي كمية ما شاء الله، حبيتوا تكون كمية كبيرة، يعني ما عليكم غير فقط الضعف والمقادير في العجينة. هنا راح نعطيكم ملاحظة على السريع بالنسبة ليمول كي تستعملوهم، بعد كل استعمال تمسحون فقط بطرشون، لانه هذا النوع من الليمون ما يحبوش الماء، لهذا راح تستحفظوا بهم بهذه الطريقة، راح يقعدوا لكم اطول مدة للاستعمال كأنكم شريتوهم جدد. ودركا يا زينات نروحوا المرحلة الثانية اللي حنحضروا فيها الكريمة اللي مقاديرها ما كانش أسهل منها، اللي نحتاجوا فيها نصف لتر من الحليب، أيضا نحتاجوا فيها علبة فلامبي نكهة الموز، راح يمد واحد البنة واحد الذوق، واش نقول لكم غير جربوها أكيد راح تعجبكم. أيضا راح نضيف حوالي ملعقة بومبي من السكر العادي مع ملعقة بومبي من النشاء أو المايزينا. بعدها نخلط المكونات كامل بارد في بارد، ثم بعد ذلك نحط هذه المكونات كامل على نار تكون متوسطة مع التحريك المستمر حتى نشوف بلي الخليط بدا يثقل معنا. بعد ما ثقل معنا الخليط راح نطفي عليه النار ونضيف له حوالي ملعقة صغيرة من المارغرين، نحاول ندخلها تخي بيا في مزاج الحليب مع الفلون بهذه الطريقة. بعدها نفرغ الخليط في صحن عادي ونغطيها مليح بالبابي فيلم، لازم هذاك يلامس السطح تاع الكريمه. كيما راكم تلاحظوا وندخلوا الخليط هذا الى الثلاجه، لازم يكون الخليط بارد تماما. كيما راكم تلاحظوا بعد ما خرجته من الثلاجه راح نحلو هذاك البابي فيلم بكل سهوله، اللي كانت الفايده نتاعو انه منع لي انه يشكل لي هذيك القشره اللي تكون يابسه فوق السطح. بعدها مباشرة راح نضيف حوالي 3 إلى 4 ملاعق من كريم شانتي، هذه هي الإضافة المتميزة في الكريمة نتاعنا. نخلطها مليح بالباتور حتى نتحصل على قوام يكون متماسك، قوام الكريمه ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف بزاف كما راكم تلاحظوا في لا فيديو. بعدها راح نحط الكريمه في لابوش تاع الجوطابل ونعمر بهم لي فوندو تارت بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. وبالنسبة للتزيين توجور يبقى اختياري، بما أنه الكريمة كانت بذوق البنان بطبيعة الحال حنضيفو شرائح من البنان وكاسيت اللون تاع البنان بحبات تاع السوريت كما راكم تلاحظوا. وكلمسة نهائية درت لها فقط شوية لمسة خفيفة من لاجو اللي تقدروا ثاني ديروا ناباج بهدف انه يحافظ لنا على اللون تاع البنان وفي نفس الوقت يعطينا هذيك اللمعة اللي بزاف تجي شابة. وهذه هي وصفة تاعنا ميني تارتولات بكريمة ما كانش اسهل منها، اقتصادية غير هي، راح تعجبكم انتم والعائلة نتاعكم وضيوفكم، وهذا هو الشيء اللي يولم سهرة رمضان. دركا يا الزينات نروح للتحلية الثانية، ما عليكم غير تكونوا مع الفيديو ما تروحوش بعيد. جيبي لي فيرين نتاعك، من الاحسن انه الطبقة الاولى نديرو فيها هي البسكويت تاعنا او لي بودوار تشمخون في قهوه سخونه الله الله وتحطوها كطبقه اولى. بعدها نجيب الكريمه اللي قعدتنا من الوصفه الاولى نديرها في لابوشادوي وبعدها نحطها كطبقه ثانيه، نعمرهم مليح باش تجي مشمش الله الله ويجي ذاك البسكويت ما شاء الله. انا للامانه ما كانش متوفر عندي، واذا متوفر عندكم غير جربوها ورجعوا لي بالخبر، اكيد راح تعجبكم مليار في المئه. وهنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما عمرت الليفيرين تاعي بالكريمه اروحوا للمرحله الثانيه كمرحله التزيين النهائيه اللي حنضيف فيها شرائح من البنان. يعني سبحان الله شوفوا حبه تاع بنان درت لنا زوج تحليات يعني ما شاء الله. وفي الاخير كلمسه نهائيه حنضيف كميه قليله من توبين كراميل او طوفيه كراميل او صوص الكراميل اللي تكون جاهزه اللي تجي مع الفلون او تقدروا تخدموها انتم. وتخيلوا معي هذاك التناغم في الذوق اللي هو عباره عن مزيج بين الكراميل والبنان والبسكويت اللي يكون مشخشخ الله الله في القهوه، يعني قوه في البنه. وهذه هي التحليه الحلوه، ربي يحلي ايامكم وايامنا اللي قدرنا نخرجوا كريمه بزوج تحليات ما شاء الله. نتمنى انه الوصفتين يكونوا عجبوكم ونالوا اعجابكم واستحسانكم. عليكم غير تفرحوني بذاك الجام والتعليق شباب كيما نتوما وتبارطاجوا لا فيديو مع الحباب
لازال عندكم هكا راح تكبر لمتنا وعائلتنا. وانت يا زين اذا ما كنتش مابونين القناه غير ابوني القناه وفعلي ذاك الجرس، هكا راح يوصلك جديد تا ام فرح. يعني نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده كانت حلوه او مالحه. معلي غير نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم، في امان الله، السلام.